في عام 1962 كان سجن الألكاتراز يعد أشد سجون العالم حراسة وأمناً. يقع هذا السجن على جزيرة معزولة تحيط بها مياه باردة وتيارات بحرية عنيفة، حتى شاع الاعتقاد بأن الهروب منه ضرب من المستحيل. كان السجين فرانك موريس معروفاً بذكائه الحاد، ويشاركه الزنزانة الأخوان جون وكليرنس أنجلين. وخلال فترة سجنهم لاحظوا أن الجدار الواقع خلف المغسلة قد بدأ يتآكل بفعل الرطوبة والملح. استغلوا هذا الضعف وشرعوا مستخدمين ملعقة معدنية بسيطة في توسيع الفتحة تدريجياً ليلاً بعد ليل دون أن يثيروا الشبهات. ولتفادي اكتشاف الحراس لغيابهم أثناء التفتيش الليلي، صنعوا رؤوساً وهمية من الصابون وورق المراحيض، وأضافوا إليها شعراً حقيقياً حصلوا عليه من حلاق السجن. وعند إطفاء الأنوار كانت تلك الرؤوس تبدو حقيقية وكأن أصحابها غارقون في النوم. وعلى مدى أشهر طويلة جمعوا معاطف المطر الخاصة بالسجناء وصنعوا منها قارباً مطاطياً بدائياً، كما ابتكروا وسيلة بسيطة لنفخه. كانوا يعملون في صمت أثناء الليل ويخفون كل ما صنعوه بعناية فائقة خلال النهار. وفي ليلة 11 من يونيو عام 1962 وضعوا الرؤوس الوهمية في أسرتهم، ثم تسللوا عبر الفتحات التي حفروها إلى ممرات التهوية، ومنها صعدوا إلى سطح السجن. ومع حلول الظلام نزلوا إلى الماء واستقلوا القارب وانطلقوا نحو مصير مجهول. وعند الصباح اكتشف الحراس الخدعة، فأعلنت حالة طوارئ داخل السجن، وبدأت عمليات بحث واسعة، غير أن تلك الجهود لم تسفر عن العثور على جثث أو أدلة قاطعة. وقد أعلنت السلطات لاحقاً أنهم لقوا حتفهم غرقاً، إلا أن عائلاتهم تلقت بعد ذلك رسائل غامضة، كما ظهرت دلائل غير مؤكدة تشير إلى احتمال نجاتهم. وهكذا ظلت قصة هروب فرانك موريس والأخوين أنجلين من سجن ألكاتراز لغزاً حير العالم، وبقيت إلى يومنا هذا واحدة من أشهر وأعجب قصص الهروب في التاريخ.